السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معكم جميلة. لو اول مرة تشوفوا قناتي انزلوا اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا اشعارات باي فيديوهات انا بنزلها جميلة في المطبخ. النهاردة هنعمل مع بعض ريفيو عن حفاضات بابي دو. حفاضات بابي دو موجودة كتير قوي في السوق، هنشوف بقى مميزاتها، عيوبها، نستخدمها ولا لأ. كل ده هنشوفه في الفيديو، خليكم معايا لاخر الفيديو. بس ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. دلوقتي الحفاضات موجودة، يعني انواع واشكال كتير جدا في السوق. في منها الرخيص وفي منها الغالي. بالنسبة للانواع اللي هي الرخيصة بتبقى جودتها اقل، الانواع اللي هي اللي بتبقى غالية جودتها بتبقى دايما عالية. فلما تلاقي بقى حاجة وسط، دي تمام جدا. لما تلاقي حاجة سعرها وسط وفي متناول الجميع بتبقى كويسة. كنت باشتري الحفاضات ولقيت ناس كتير بيقولوا لي عن بابي دو، ويقولوا لي ان هي زيها زي البامبرز. قلت اجرب، مش هخسر حاجة. فجبت اللي هي الأربعين حفاضة، اللي هي الباكت اللي هو 40 حفاضة. قلت هستخدمه وهشوف يعني هيبقى كويس او مش كويس، يعني ايه، هشوف برضو استخداماته عاملة ازاي. بابي دو حفاضات اصلا يعني صناعة مصرية. فانا قلت خلاص، ولقيت سعرها كمان، يعني مش قادرة اقول لكم، يعني مقارنة بالاسعار التانية دي حاجة كده غريبة. فانا قلت اكيد هيبقى سيء، اكيد هيبقى نوعه رديء. فقلت هجرب، وفعلا اشتريت الباكت. فأهم حاجة عندي الحفاضات للأطفال تكون آمنة ازاي؟ ان ما يكونش مثلا بيسرب، ما يكونش مثلا بيعمل التهابات في الجلد. دي اهم حاجة بالنسبة للحفاضات لما انا بشتريها. اول حاجة الحفاضات دي 6 مستويات. 6 مستويات اللي هي من اول عمر، من اول يوم لغاية ممكن كمان 3 سنين. حلوة جدا. انا بصراحة البيبي عندي يعني من اقل حاجة بيحصل التهابات. لو غيرت حفاضة من حفاضة بيبقى في بيحصل مشاكل. فقلت خلاص هنشوف برضو، بما ان سعرها رخيص قوي. سعرها الباكت عامل 125، بس دلوقتي تقريبا غلي 10 جنيه، ارتفع سعره 10 جنيه. فزي ما انتوا شايفين الحفاضة شبه يعني شكلها مدي كتير قوي للحفاضة بامبرز. اول حاجة من الشكل الخارجي شكلها كويس جدا. حلوة قوي، ناعمة جدا، ناعمة بجد. وكمان الحفاضة في المقاس ده مقاس 5. في حفاضات تانية بتبقى مقاس 5 بتبقى صغيرة، يعني بتبقى يعني الشكل بتاعها الحجم بتاعها صغير. لكن دي بسم الله ما شاء الله حلوة جدا، ناعمة. حتى كمان اللي هو الجوانب بتاعتها مطاطية بحيث ما تعملش اي التهابات للبيبي. كمان اللي هو الاسترتش، اللي هو اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو اللي بنقفل بيه الحفاضة. يعني مثلا في حفاضات من اول مثلا لابسه بيتقطع بسرعه مش كويس، لا، الاسترتش ده جميل جدا وناعم على جلد الطفل، يعني مش بيأدي خالص. انا يعني جربته في البيبي، لقيته فعلا يعني حلوة قوي قوي والله. يعني حتى كمان الملمس بتاع الحفاضة الداخلي ناعم، والخارجي كمان شكله حلو قوي. فعجبتني جدا بابي دو، مع ان سعرها رخيص، يعني مع ان سعرها رخيص. فانتوا عارفين لما بجرب حاجة بقول لكم عليها. ممكن مثلا الحفاضة دي تناسب طفلي، لكن ما تناسبش الاطفال اللي عندكم، ممكن يكون حساسية عندهم اعلى فيعمل لهم حساسية. يعني حتى ممكن البامبرز نفسه، البامبرز اللي هو الاصلي، فممكن يسبب في ناس تستخدمه تقولك لا بيعمل تسلخات وحاجات زي كده. لكن بصراحة المنتج ده رخيص
ورخيص يعني مقارنة بالأسعار التانية، مولفيكس وبامبرز وبيبي فاين وجود كير والأنواع دي كلها ارتفعت سعرها خالص، ارتفعت يعني. لكن بالنسبة للحفاضة دي بجد حلوة أوي، أوي، سعرها مناسب جدًا، أمانة على الطفل، يعني ممكن تقعد فترة طويلة بجد والله ما يحصلش أي تسلخات، أي التهابات في الجلد، أي مشكلة. جربوها، وأتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك واشتراك، والسلام عليكم.